كل سنة وانتم بخير وبسعادة، ورمضان كريم علينا كلنا وسعيد ومبارك، وإن شاء الله نشوف هذا الشهر كل الخير وكل الكرم، وكلنا كده يبقى قلبنا على قلب بعض ونساعد بعض، ومحدش فينا يقول أنا متعصب مالكش دعوة بيا، اللهم إني صايم، وما يا أخي ما تخلينيش أخسر صيامي عليك بقى. عايزين كده كلنا إيه يعني، نتحمل الحر ونتحمل بعض، ويبقى كده شهر خير علينا، وإن شاء الله كلنا نخرج منه بثواب كبير إن شاء الله بإذن الله. النهاردة هقول لكم بقى آخر الأخبار يعني الجديدة عندنا. صحيح الجو النهاردة كان حر جدا الحمد لله، وإن شاء الله الثواب على قدر المشقة بإذن الله، كلنا إن شاء الله يعني نكون خدنا الثواب وربنا يتقبل صيامنا وصلاتنا يا رب بإذن الله. النهاردة كان يوم هادي جدا، حتى أنا هنا جيت المدينة لقيت الدنيا هادية خالص يعني، وناس كتير برضو النهاردة ما جاتش الحقيقة، حتى طلبت حتى ازازه ميه ما لقيتش الكافيتيريا فاتحه، كل الدنيا مقفله خالص كأن النهارده ايه يعني اجازه رسميه من كل حاجه. المهم انا النهارده بقى ايه، قلنا يعني نشوف كده ايه كمان الاخبار في الشوارع من الصبح. طبعا يعني اذا كان بالليل ما فيش حاجه، طب الصبح كان ايه بقى؟ ما فيش خالص، لا زحام وسهوله مروريه ومفيش اي ازمات مروريه، والدنيا جميله. شهر الخير جاي علينا الحمد لله بهدوء، بس مش عايزين تكاسل بقى، مش عايزين ما نروحش الشغل عشان النهارده حر واول يوم صيام ولا ايه. نشوف بقى التقرير ونرجع لكم. الحاله مستقره والمرور 100 100 وكل حاجه بفضل الله 100 100، وبندعي للرئيس السيسي ان ربنا يوفقه ويتمم له على خير ان شاء الله. مفيش ناس في الشارع عشان الدنيا حر، واللي سافر البلد واللي ما اعرفش ايه يعني الجو هادي الحمد لله. ما هو عشان بقى درجه الحراره، والنهارده اخر يوم في الاسبوع والدنيا يعني اول يوم في رمضان، فكله بقى قال لك النهارده اول يعني اخر يوم في الاسبوع، ودرجه الحراره المرتفعه هي دي اللي مأثره شويه يعني. الشوارع حلوه وفاضيه وكويسه يعني، ما كله طبعا ايه واخد اليوم ده يعتبر ايه زي راحه يعني، اول يوم في رمضان بقى كل سنه وانت طيب. هو المرور طبعا البلد فاضيه، ما فيش حد يعني. انا جاي انا مصور على فكره البلد وانا جاي، لان استغربتها يعني شتان بين امبارح والنهارده، بس هي كانت متوقعه يعني. رمضان اول يوم رمضان الخميس ودرجه حراره عاليه، وبكره بعديه الجمعه والسبت، فكله هيزوغ الخميس، وده معتاد يعني. انا جاي من اكتوبر لغايه وسط البلد اهو، ما خدتش 15 دقيقه. لا تخلو آراء الشارع المصري من بعض الحلول الابتكاريه، او قل حلول من خارج الصندوق لحل ازمه المرور. اي حاجه في الدنيا ممكن تتحل بالتنظيم يعني. انت المرور ما هواش مشكله في بلاد كتير يعني. نيويورك مثلا لما بروح بتبقى زحمه جدا هنا، ولكنها منظمه جدا، محدش يجرؤ انه يخالف القانون، فكل حاجه ماشيه بانسيابيه رغم الزحمه الشديده جدا في هناك. يعني الناس اللي بتتكلم عن ان مصر عدد العربيات فيها كتير، لا نيويورك عدد العربيات فيها اكتر، بس في نظام. إن لو الناس احترمت القانون يعني، عارف فكره ان كل واحد عايز يسبق الثاني هي اللي عامله لنا المشكله اللي احنا فيها. الناس اللي بتمشي غلط، اللي ما بتتبعش نظام المرور كده، لكن لما تتبع ارشادات المرور والدنيا دي كلها، كل حاجه هتبقى 100 100 ان شاء الله. هو التواجد الامني هو احلى حاجه والله يعني. التواجد الامني هو اللي بيخلي المرور يمشي كويس، والمرور تمام 24 قراط. فهي البلد كلها انا شايفها ماشيه غلط، ما فيش نظام يعني. انا نفسي يبقى في نظام. بكره بعده هتلاقي الدنيا برضه هتنزل زي الفل تاني، تزحم تاني. اغلب الناس في رمضان بيأجلوا اعمالهم لما بعد رمضان، وبيتخذوه شهر نوم بالنهار واكل وشرب وسهر بالليل. حاله من السيوله المروريه تشهدها الشوارع المصريه في اول يوم صيام، ارجعها البعض الى تكاسل الموظفين عن الذهاب الى العمل. ليبقى السؤال، هل تستمر هذه الحاله طوال ايام الشهر الكريم؟ الناس قالت اللي انا اول مره اشوف التقرير على فكره معاكم، قالوا نفس الكلام، تكاسل ونوم وطول النهار الناس نايمه ومش عارفه يعني. لا احنا عايزين شهر رمضان يبقى شهر فيه انتاج عشان ربنا يتقبل صيامنا كده، ما نبقاش سيبنا الشغل علشان احنا صايمين. بالعكس يا جماعه، ده يبقى الثواب كبير قوي لما بنشتغل ويبقى فيه مشقه. ويعني انا مش عارفه ليه احنا ليه فاهمين ان شهر رمضان يعني ما نشتغلش. ما فيش الكلام ده. نتمنى ان الناس ترجع بقى من بكره يشوفوا شغلهم يعني ان شاء الله. عايزين بقى دي حاله الشوارع اهي. النهارده في سيوله مروريه زي ما قلنا، والناس فعلا ما نزلتش يعني. احنا عايزين بقى يعني ايه، النهارده هنقول اول يوم بس خلاص بقى، مش كل يوم يعني نعمل نفس السيستم يبقى ما فيش شغل. لو هو ده النظام
يبقى احنا كده البورصه هتقع واقتصادنا هيقع يعني مش هينفع، ما ينفعش ان احنا يبقى ده موقفنا. يعني احنا مش عايزين نتعود على الكسل. يعني انا عارفه ان شهر رمضان جاي السنه دي في جو مش كويس، والناس كلها عدد الساعات 16 ساعه صيام، بس احنا مش هنوقع البلد بقى عشان احنا صايمين يا جماعه. يعني مش هينفع، لازم يبقى فيه وجهه نظر تانية ان شاء الله. ده يعني انا اعتقد ان ده اول يوم بس، لكن ما اعتقدش ان احنا هنستمر على نفس الوضع ده يعني. طيب